بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. نسمي بالرحمة ونسمي على حبيب المصطفى وندخل على الفيديو النهارده بقلب جامد. ويا ريت ما تنسيش تحط لايك للفيديو واشتراك لأول مرة تشوفوني. بحبكم جدا في الله. طبعا احنا عندنا عزومة النهارده يا جماعة، عاملين عزومة حلوة خالص لأنا سايبة أخويا، بس عزومة حلوة يعني. بصراحة أنا كنت ملبوخة، ما يعني الكهرباء قطعت عندنا كم مرة النهارده. يعني أنا صورت حاجات بسيطة خالص ونهضت في التصوير بس عشان دور الكهرباء وكده. بس الحمد لله انا يعني ايه الكهرباء اجت في حاجات محدده كده انا كنت محتاجاها فعلا. بس احنا بدأنا بالمهلبيه الاول. جت هات لي المهلبيه الاول كده، روح هات اللبن الاول كده وتعالي نعمل مهلبيه عشان يعني هي تبدأ الاول كده بالمهلبيه وتتعان، وبعدين ايه نبدأ بقى في العزومه الجميله اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. جبت لها الشعريه وجبت لها جزازه شربات وجوز الهند وزبيب ولبن ونشا، وبدأنا بقى نعمل المهلبيه الجميله السكر اللي انتوا شايفينها دي. هو اخويا عايز صينيه شعريه لونها يعني ايه بالشربات، قال انا عايز كده وكده. عمل لي مهلبيه نوعين، نوع احمر ونوع بيضه. هو بيحب اللون يعني ايه، عايز الاتنين في نفس العزومه يعني. قلت ماشي. جبنا الشعريه بقى خدت لون كده، وبعدين سويناها كويس، وجبنا بقى لما بردت فردنا شويه تحت المهلبيه على الصينيه، وحطينا المهلبيه وشويه فوق، والشربات زي ما انتم شايفين بجوز الهند بكده. بس بصراحه كانت ريحه جميله جدا 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 وطعم تحفه. جبت اطباق بقى بيضه ديت زي ما انتم شايفين. انا ما جبتش اطباق كبيره خالص، لا انا جايباها في يعني ايه مدوره وشكلها جميل كده، تبقى شكلها شيك يعني قدام ايه المعازيم وكده. جبت كام طبق لامي، انا حطيت ده جنبها، قلت لها امليهم على قد ما تقدري. بس بدأنا باللي هي الشعريه الاول، ليه؟ عشان تشوف كميه الصينيه الاول هتاخد قد ايه، واللي يفيض يبقى اللون اللي انتم شايفينه ده. الطبق صغير والطبق جميل جدا وشكله شيك، يعني هيتقدم قدام الضيوف شكله شيك. حطينا الزبيب الاول، وبعدين كده حطينا بقى رشنا ايه جوز الهندي جميله كده. بس بسم الله ما شاء الله عسل. كانت الريحه جميله جدا جدا جدا. جت امي جاتي صارت تعالى نبدا بها الاول كده، وبعدين شيلها من على الرخامه دخلها جوه. هي عايزه تبدا بها الاول، في الحالتين عايزه تبدا بها الاول عشان احنا هننزل عند الفرن البلد الفلاح الجش. هي عايزه تطبخ على الكانون يا جماعه النهارده. اللهم صل على حضره النبي اهو. ما خدتش وقت خالص، المهلبيه خلصناها بدري بدري وشلتها بقى ايه عندها جوه. نزلنا بقى عند الكانون. امي جايبه كميه اللحمه الجميله التحفه اللي انتوا شايفينها ديت. بس بصراحه الحله مش هتاخد، مش هكدب عليكم يعني، هي الحله مش هتاخد. دي البهارات بقى التوابل بتاعت اللحمه كلها، اللي هو الليمون المعصفر ده وبهارات وكمون ومستكه وحبهان، يعني زي ما انتوا عارفين انتوا يعني ايه التلوحه بتاعت اللحمه. قلت لما في البدايه الحله مش واخده ليه كميه اللحمه، بسم الله ما شاء الله يجعلها بالهنا والعافيه، بس الحله دي صغيره. قالت لي لا هتاخد. فضلت ترص في الحله اللحمه، وجبت لها بصل وطماطم في الارضيه كده الاول، وبعدين حطينا عليها البهارات. قلت لها مش هتكفي صدقيني نجيب الحله الواسعه. قالت لا. بعد ما حطينا في ديت هتبدا بقى تقول لي هات الحله التانية يا سوير. قلت لها ما هو دي كلامه جت معلش، انا كنت بشوف يعني هتاخد. قلت لها لا ده دي لسه هتغلي وهتاخد موال طويل. هي ما حبتش تطبخ على البوتاجاز، قالت لي تعالي نطبخ على الكانون. هنسيب اللحمه هنا. انا كنت مجليه على البوتاجاز للمحشي وصلجين المحشي برضو. عاملين كل حاجه من بدري بدري كده انا وامي. قالت يا سهير هاتيلي الحله التانية وهاتيلي خشب وهاتيلي القش. جبت لها كل حاجه جنبها على اساس اللي هي ايه تاخد الحطب، قصدي الخشب والقش. يا ريت شويه حطب والله يا جماعه يا ريت. قالت هاتي الحله التانية على اساس الحله شفته شالت اللحمه تاني وقامت جايه يعني قالت يا سهير هحطها بقى في الحله اهي. الحله ديت واسعه عن التانية بكتير، حتى تغلب براحتها، حتى يعني ايه تبقى ملانه الميه كده تغلب براحتها الشوربه. يعني ما ينفعش اللي هي اديكي صغيره، ديكي حجم صغير مش تنفع اصلا. بسم الله ما شاء الله. يعني اللحمه ما تنفعش في الحله التانية، دي احسن، دي احسن منها تتلوح ومنها تتملي ميه عليها تغلب براحتها لما تستوي. وجبنا برضو طبق صيني معاها صغير كده بتاع الفنجال ده عشان اللحمه تستوي. دايما ابويا معلمنا الحته دي، قال عشان اللحمه تستوي بسرعه حط طبق صيني. في ناس بتحط معلقه، وفي ناس بتحط شويه شاي، وفي ناس بتحط شويه سكر. يعني انا كل ما حد بيتكلم قدامي بلاقي حاجه غير اللي احنا بنعملها. جبت لها الخشب، ولعت شويه قش الاول، وقامت جايه ايه حاطه بقى الخشب. الخشب ده كان عندنا كميه خشب خلص على اللحمه دي. اللحمه دي لو بتنطبخ على البوتاجاز والله كانت الانبوبه خلصت يا جماعه. بس احنا بقى بنوفر الانبوبه، وفرتها لحاجات تانية. قلنا عليها تاني وعملنا عليها المحشي هناك، رغم انا كنت عايزه اسلق المحشي هنا الورق هنا. امي قالت لا هنسلقه فوق.
انا كنت اصلا يعني ايه مولعه على الميه وكده، قالت لا نسلقه فوق عشان الحله دي واخده كميه الكانون، ولو جبت الحله التانية مش هتنفع الاتنين جنب بعض عشان كبار زياده عن اللزوم عن بعض. اسلقه جوه الورق على البوتاجاز، وهات اللي هي بس اللي احنا هنولع هنا. فضلت حاطه لكم بقى الخشب دي، انا بس على فكره ما طولتش هنا يا جماعه لسبب، هي بس هتخلي بس ايه الخشب يشتغل كده تحت الحله، وبعد كده هتقوم وانا كده كده وهي بتحشي انا هتابع بقى الحله دي. طبعا المطبخ قصاد المكان ده، كل شويه نفتح الباب، لو انا بعمل حاجه في المطبخ ببص الخشب خلص بروح احط خشبه تانية. كميه الخشب اللي عندنا كتير يعني مش شويه يعني، بس انا حبيت اللي انا ايه قلنا على الكانون احسن عشان البوتاجاز. طبعا طلعت فوق بقى، كانت اختي كريمه معانا هي وام شغالين زي ما انتم شايفين كده، مش يعني ايه كل شويه ببص على الخشب. كنت مجليه وكنت سالقه ورق بقى، سلقت وخلصت ووديت امي بقى قعدت كده زي ما انتم شايفين، وقمنا ايه جايين بقى كل شويه ابص على اللي على النار. برضو المحشي البرنجان والكوسه نفس الطريقه كنا مجهزينها برضو، يعني ما خلتش اي حاجه. انا وامي لما كانت كريمه اختي اجت كنا احنا خلصنا كل حاجه، كريمه نهضتنا في المحشيات بس في اي حاجه لا، احنا عملنا انا وامي من بدري لبدري برضو. ودي صينيه محشي برنجان، نصها برنجان ونصها كوسه. الصينيه دي بتاخد 5 كيلو، نص كده والنص كده، 5 كيلو، 2 كيلو ونص برنجان و2 كيلو ونص كوسه. ما حبيتش اعمل صينيتين، حبيت اعمل في الصينيه الكبيره. طبعا احنا جينا بقى ايه كان البرنجان استوى. انا بقول لكم يا جماعه الكهرباء قطعت، ما عرفتش ان انا اسوي يعني اصور الكميه دي كلها، رغم ان انا زعلانه بس مش مشكله برضو، كفايه ان انا بسجل كده وكفايه ان انا بجهز الحاجه دي بالدنيا بحالها. البرنجان والكوسه استووا، شلنا الصينيه جبناهم برضو. دي صينيه مكرونه بشاميل، وكانت اللحمه كانت استوت واجت وخلصنا. بس بسم الله ما شاء الله، كانت عزومه، اللهم صل على حضره النبي يجعلها بالهنا والعافيه لكل اللي ياكل منها. بسم الله ما شاء الله. ولما رصينا السفرة كده ووضبتها أنا ووالد أخويا والسيد أخويا وأمي وكريمة، كلهتنا كنا يعني بصراحة مش عارفة يعني، كانت شكلها جميل جدا، حاجة تحفة كده. حبيت أعمل كام طبق كوسة وحبيت أعمل كام طبق برنجين، يعني إيه النص كده والنص كده. هيبقى عندنا عزومة، هنخلي بقى إيه الرجالة فوق في شقة والد أخويا، والحريم هتبقى تحت معانا إحنا، حتى احنا هنقعد معاهم هناكل يعني معاهم وكده، يبقى احنا تحت كده الرجاله لوحدها والحريم لوحدها. كريمه اختي جاتي سور مش تكتري في الطبق، يعني ايه اعملي كميه بسيطه كده عشان هيطلع يعني منها للرجاله فوق ومنها للحريم تحت. قلت لها اللي انت عايزه ايه. المهم ايه انا ساعدتهم، هم كانوا بيعملوا في اكلات تانية برضو وبيجهزوا حاجات تانية وكده. قمت انا بقى واقفه كده على الرخامه دي، جبت الصواني وقمت انا بقى قلت لا اقطعها واجهزها كده ايه لما يكونوا هم خلصوا. بصراحه السيد اخويا ما سابناش خالص، ولا والد اخويا ولا كريمه، كلهم كانوا واقفين ساعه ما كنت بجهز الاطباق ديت بالاكل. يلا عشان يا سهور اخد ونرص وراك، يلا يا سهور. كانت الضيوف بقى اجوا قعدوا في اوضه الجلوس، ومسكت بقى قطع، قلت على مهلي خالص يا جماعه، على مهلي صوروا بس كده ومش ايه ومش تستعجلوا يعني. ما كانت كريمه اختي سجت المحشيات اللي هي المحشي برنجان، قصدي الكرنب، وجهزت برضو كنا عاملين بطاطس وعاملين برضو رز، يعني مش حاجة واحدة عامة، يعني ايه عملنا اكلات برضو حلوة. حبينا نغير تغييرات بس ايه في العزومة مش اكتر، يعني عملنا جزء كده وجزء كده. جيت بقى قطعت البشاميل، مش قطعتها كمية كبيرة، لا قطعتها قطع صغيرة كده اللي هي ايه تفضل شيك وجميلة كده. اللهم صل على حضرة النبي. شوفوا والد اخويا بقى اجى ورايا كده قال مستعجل، يلا يا جماعة جهزوا، يلا يا جماعة الضيوف وصلوا، يلا يا جماعة عايز يطلعهم الشقة. قلت ما فيش حد يطلع فوق لما اجهز السفرة يا وليد، اجهز السفرة كده واجهز وكل حاجة وبعدين تقول للضيوف اتفضلوا. بس بسم الله ما شاء الله، انا حبيت ان انا اقعد فوق، وحبيت ان انا اطلع الرجاله فوق احسن من تحت 1000 مره. ليه تحت يختلف عن فوق؟ فوق ياكلوا براحتهم، يقعدوا براحتهم، حاجه يجيمه كده في شقه والد اخويا، ربنا يفرحه ويسعده ويرزقه ويرضيه. والد اخويا رب حنين جدا جدا، يقول اللي انت عايزاه صوري واعملي كل اللي انت عايزاه. اللهم صل على حضره النبي. شوفوا طبعا خلصنا دي الاطباق بتاعه البشاميل، انا رصيت بس كده وجيت بقى ايه عملت شفشق مانجا، بس بسم الله ما شاء الله، بس كان شفشق جميل جدا. صبت برضو وطلعتها لفوق للرجاله. المهم احنا جهزنا كل السفره يا جماعه، هنطلع دلوقتي فوق عند السفره وشوفوا بقى والد اخويا والسيد رصينها ازاي. وخدت صينيه المانجا دي معايا برضو، سبت برضو للحريم تحت وسبت برضو للرجاله فوق. يعني ايه انا يعني مش اللي هيفوق بس هيشربوا، لا انا عملت جزء كده وجزء كده. اجى وليد قال لي يلا يا سهور تعالي، لو كنت هتاخدي صوره كده على طول عشان ايه اطلع الرجاله فوق. قلت له حاضر يا وليد.
حاضر من عينيا الاتنين. خلصت بقى المانجا وخدتها بالمره كده ومعانا واحنا طالعين، وقمت جايه ايه سبتها فوق، بس عملت منظر يعني، صورت فيديو صغير كده برضو ما طولتش ليه عشان كان والد اخويا برضو نده على الرجاله وكده. خدتها في ايديا وهي طالعه، وانا طالعه كده شلت الصينيه الجميله التحفه ديت. بس كانت المانجا جميله جدا. انا مخزناها في الفريزر على فكره يا جماعه، اي حاجه مخزناها في الفريزر. اللهم صل على حضره النبي. شوفوا طلعت بقى فوق كده، ادي السفره. اخويا ولد قال انا هاتي لي بس كده يا سور مفرش جميل كده من عندك. جبت له عندي يعني لفه وكده بتاعت الترابيزه، انا لفاها وعيناها. قمت جايبه بقى اللي انا فرشها، وقمت جايه ايه رصيني الرصه المعتبره دي من بطاطس. امي طبعا حطت اللحمه في البطاطس وكده، من محشيات بتاع مكرونه بشاميل، كوسه وبرنجان وشوربه وحلويات حطيناها برضو المهلبيه، ورصينا رصه معتبره كده. وجعل بالهنا والعافيه لكل اللي ياكل من. اللهم صل على حضره النبي.